أهلا بيكم وفيديو جديد ومسألة جديدة. المسألة بتاعتنا بتقول a باور 2 minus b باور 2 equal 49. بمعلومية إن a و b belongs to natural numbers، يعني بينتموا لمجموعة الأعداد الطبيعية، أنا عايز قيم لل a وال b. طيب هو a و b إزاي هجيب لهم قيمة وأنا عندي معادلة واحدة؟ يعني دول مجهولين، اتنين مجاهيل في معادلة واحدة، إزاي هجيب قيمة ليهم؟ لان احنا طبعا اتعودنا ان انا بيكون عندي معادلتين فيهم مجهولين، وبستخدم بقى طريقة التعويض او الحذف واروح مطلع قيمة منهم واعوض اجيب القيمة التانية. لكن في حالة زي دي انا عندي اتنين مجاهيل في معادلة واحدة، ازاي ده ممكن يحصل؟ تعالوا نشوف ازاي ده ممكن يحصل. طيب اول حاجة ممكن الاحظها ان a باور 2 minus b باور 2 ده difference between two squares او فرق بين مربعين. ده بيتحل عن طريق التحليل ان احنا نعمل كالاتي. طبعا ادي ال 49 زي ما هي، a باور 2 اللي هي a ملتبلاي a، b باور 2 هتكون b ملتبلاي b، مره نيجاتيف ومره بوزيتيف. اظن دي حاجه بسيطه في التحليل كلنا عارفينها. طيب a بلس b ملتبلاي a ماينس b ايكوال 49. ببساطه انا هروح الرايت هاند سايد وال 49 دي هكتبها على هيئه رقمين مضروبين في بعض. طب اشمعنى هعمل كده؟ او انا اصلا الفكره بتجيلي منين؟ ببساطه انا على الليفت هاند سايد عندي حاجتين مضروبين في بعض طلعوا لي 49. يعني القوس ده وليكن انا عرفت قيمه a بلس b، يعني وليكن لو الاي بواحد والبي باتنين، واحد واتنين كام؟ 3. واحد ناقص اتنين كام؟ سالب واحد. انا بدي مثال، تمام؟ فاللي بيحصل ان انا عندي قيمه اتضربت في قيمه طلعت لي 49. يبقى انا ممكن اروح ادور على حاجتين يتضربوا في بعض يطلعوا لي 49 واساويهم بالقوسين اللي عندي. يعني انا هروح دلوقتي على ال 49، الحاجتين اللي يتضربوا في بعض في الاعداد الطبيعيه ويطلعوا لي 49. ال 49 بتيجي عن طريق حاجتين، يا اما 49 ملتبلاي 1 تطلع لي 49، او 7 ملتبلاي 7. جدول الضرب ما عندناش فيه غير الحلين دول، يبقى انا هعمل عندي 2 كيسز، كيس 49 ملتبلاي 1 وكيس تانية 7 باي 7. طب تعالوا نشوف ممكن نعمل الكيس دي ازاي. هاخد اول كيس، هقول ان a plus b multiply a minus b equal 49 multiply 1. دي كده كيس 1 اللي انا بتكلم فيها دي كده، عشان نكون فاكرين دي كيس 1. طيب حلو جدا. طيب انا دلوقتي هعمل ايكواليتي، يعني عندي حاجتين ملتبلاي بعض وعندي حاجتين ملتبلاي بعض، فواضح ان كل اكيد في حاجه من ليفت هاند سايد هتساوي حاجه من رايت هاند سايد والثانيه كذلك. طب انهي واحده؟ يعني هل a بلس b ايكوال 49 و a ماينس b ايكوال 1 ولا العكس؟ اعرف ده منين؟ سهل جدا. مين الكبير فيهم؟ 49 اكبر من ال1. طيب مين البراكت الكبير هنا واديله ال 49؟ احنا عارفين ان لو انا عندي نفس الرقمين مجموعهم اكبر من الفرق بينهم، فده معناه ان a بلس b اكبر من a ماينس b. فاقدر اقول هنا اكبر من او طبعا او يساوي، فاقدر اقول ان a بلس b هساويها بال 49 و a ماينس b هي اللي هساويها بال 1. اظن هنا بقى عندي معادلتين في مجهولين، انا خدت البراكت ده سويته بال 49 واخدت البراكت ده سويته بال 1. طبعا هعمل بطريقه الحذف، بلس b راحت مع نيجاتيف b، يبقى عندي a بلس a بلس a 2a ايكوال 49 بلس 1 تطلع 50. اعمل ديفايد 2 تطلع ال a عندي بكام؟ 25. دي اول فاليو عندي. تاني فاليو ان انا او يعني الفاليو بتاعت البي ان انا اروح اعوض، هتبقى بي ايكوال اقول 49 ماينس 25، فالبي تطلع بكام؟ ب 24. فانا عندي في كيس 1 الاي طلعت ب 25 والبي طلعت ب 24. دي كيس 1. طيب انا لسه عندي كيس كمان، ان بدل 49 باي 1 7 باي 7. خلاص ببساطه انا هروح اقول ان انا عندي كيس 2 هقول فيها ان نفس التو براكتس a plus b multiply a minus b الكلام ده equal 7 by 7. اظن دي مش محتاجة لان نفس النمبر هنا، فهقول ان a plus b equal 7 و a minus b
equal 7. هجمعهم مع بعض positive b مع negative b a plus a 2a equal 14. هتطلع طبعا ال a ب7. هرجع أعوض في أي واحدة من دول، تطلع إن ال b بكام؟ ب0. لأن طبعا لو عوضت عن ال a ب7 هتبقى 7 minus 7 تطلع ال b ب0. فأنا عندي كيس 2 ال a كانت ب7 وال b ب0. وبكده نكون طلعنا values ل A و B عن طريق إن إحنا حطينا افتراضات للvalues اللي عمل لها multiply بعض تطلع لي 49. شكرا.